يعني اسلوبا متفردا. حينما يقول القضاء كلمته تصبح هناك عداله. العداله تقتضي الاتي: طيب. تنفيذ الحكم وفقا لمسودته. مسودته تقول اننا حل المجالس الشعبيه المحليه على مستوى الجمهوريه والاثار المترتبه على ذلك، ثم احاله الدعوه الموضوعيه الى هيئه المفوضين. الاثار المترتبه على ذلك هي اجراء انتخابات جديده لتشكل من خلالها مجالس محليه جديده على مستوى الجمهوريه. هذا الامر ليس موضع نقاش او موضع جدل او موضع احنا هنعمل. طب هنا هذا الحكم عفوا الاول ولا نعم لنضع الامور في يعني السياق الدقيق لها. هذا الحكم بحد ذاته استند إلى المسببات والدوافع التي قدمتموها في هذه الدعوة. اتخذ هذا الحكم بناء على ذلك فقط، لكن تحت عنوان المصلحة، هل بإمكان المحكمة الإدارية هنا عندما تجد أنه ليس من مصلحة أو ليس بالإمكان القيام بانتخابات في الوقت الحاضر أو سد المترتبات في الوقت الحاضر، يمكن أن تعلق هذا الحكم تحت هذا العنوان؟ لا، الحقيقة ده برضو تساؤل مهم جدا، وده تساؤل الرأي العام، لكن يعني يصطدم هذا التساؤل بالموقف القانوني وبنظام إقامة الدعاوى في مصر والنظام القضائي الحقيقة الصامد أمام أي محاولات حتى لو كانت أهواء حكومة أو أهواء نظام. وبالتالي لا تتطلع المحكمة إلى ما يرغبه الشارع، تتطلع أولا إلى قانون وإجراءات وقضاء ونصوص. وبالتالي الأسباب والأسانيد التي استندت عليها محكمة القضاء الإداري هي بالطبع التي لا تختلف عنها أمام نفس المنهجية، يعني نفس المنهجية التي اتبعتها